حاجة غريبة وعجيبة شفتها في ماتش الزمالك وأسوان. اللاعب اللي اسمه أحمد بالحاج المغربي ده، اللاعب ده اللي جايبه هيثم عرابي اللي هو كان مدير التعاقدات بتاعة الأهلي واللي احنا بنطالب برجوعه. ازاي لعيب بالمواصفات العالمية دي، ازاي صانع العاب بالجمال والروعة والعظمة دي يعدي على الأهلي كده محدش ياخد باله منه؟ زيه زي اللاعب اللي راس الحربة اللي قدام ده الهجام الفظيع ده. بس أحمد بالحاج ده بالذات، الراجل ده اكتر لاعب انا شايفه الاهلي كان لازم يكون عينه عليه، يكون شايفه، يكون متفق معاه، يكون مخلصه حتى في الانتقالات الشتويه دي. اللعيب ده النهارده عامل حاله عجيبه، عامل اسيست في الشوط الثاني ما يعملوش غير انيستا. ايه يا جدعان؟ إيه الناس كلها بتفكر صح الا احنا؟ ازاي اللاعب ده وفي صانع العاب في المصري كمان بس انا نسيت اسمه برضه عربي؟ لازم يكون في تغيير في المنظومه.